يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض السابليه بطريقه سهله وبسيطه، ومقادير كمان موجوده في كل بيت، وهقول لكم على البديل لو مش متاحه الزبده. هبدا معاكم بالمقادير على طول. عندي هنا كوبايه الا ربع من السكر البودره، وعندي بضايه بدرجه حراره الغرفه، وعندي كوبايه من الزبده سيحتها واخدت منها كوبايه بالشكل ده، وبعد كده حطيتها في التلاجة علشان عايزينها تبقى باردة. وهاخد مكعبين علشان يبقى الكوباية بالتمام والكمال. وعندي 2 فانيليا، وعندي 3 كوبايات من الدقيق. هبدأ على طول احط سكر البودرة مع الزبدة، والزبدة بيبقى فيها جزء حليب والمادة الدهنية طبعا. وكل ما كانت الزبدة نوع كويس كل ما النتيجة كانت حلوة جدا. هضرب الزبدة والسكر مع بعض بالشكل ده كده. بعد ما ضربتهم هبتدي احط البضايه واحط الفانيليا، وكمان هحط ذره من الملح. الذره دي يا جماعه يعني اقل من تمن معلقه صغيره من الملح، وهضربهم مع بعض. وكده بعد ما ضربتهم مع بعض هبتدي احط الدقيق واجمع المكونات دي كلها مع بعض. مش هعجن علشان ما يكونش عندي عرق للعجينه، انا بس هجمع المكونات دي مع بعض. السابليه مش بنحط له بيكنج باودر، لو حطينا بيكنج باودر كده بقى خلاص بيتي فور، وبيبقى هش وجميل جدا بدون اي ماده رافعه. كده خلاص انا جمعت العجينه بتاعتي. لو الجو حر هحطها في التلاجة نص ساعه، وبعد كده ابتدي اشتغل بيها. لو الجو كويس ممكن اشتغل بيها على طول. ده الملمس والقوام بتاعها. هبتدي اجيب ورق زبدة وافرد العجينة بين ورق الزبدة، ممكن كمان بين اكياس السندوتشات بفتحها وافرد العجينة بسمك نص سنتي، وبالقطاعة ببتدي اقطعها، او حتى بقالب الطارت بيديني شكل حلو. لو مش متاحة اقطعها ممكن كمان بكوباية اقطع بيها، مفيش اي مشكلة. وعندي كمان البلبلة بتاعة الكريم شانتيه، عملت بيها الدواير اللي في النص بالشكل ده. وهبتدي اخد السابليه بتاعي او العجينه بتاعتي وارصها في صينيه انا حاطه فيها ورق زبده. لو الصينيه تيفال او اي حاجه مش لاصقه مش هدهنها، لكن لو ألمونيوم او ستانلس او بايركس احط دهنه خفيفه جدا من السمنه او الزبده. وهبتدي ارص السابليه في الصينيه بالشكل ده. ممكن كمان اعمل حاجة تانية، اني اخد الدواير زي ما هي كده بالشكل ده، وابتدي اقطعها الدواير التانية الصغيرة جوه الصينية عشان تبقى اسهل في نقلها من ورق الزبدة للصينية. طبعا بنعمل عدد زوجي من ده ومن ده علشان لما نلزق كل اتنين في بعض يبقى العدد مظبوط. هنا عندي قالب الطارت، وده طبعا كبير على بتاع السابليه. بتاع السابليه بيبقى صغير وارتفاعه صغير، فانا هعمل دايره من قطعتهم بالقطاعه واحطها في قالب الطارت بالارتفاع اللي انتوا شايفينه ده، علشان تبقى صغيره بنفس حجم السابليه اللي بنشتريه جاهز. وهبتدي اضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده هجيب شوكه وهخرمها علشان ما تقبش اثناء التسويه في الفرن. هدخلها على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص زي ما انتم شايفين كده. اخدت 12 دقيقه وبقى عندي السابليه بالشكل ده. هبتدي اجيب شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه وهكسرهم بالشكل ده، وابتدي احطهم في حاجه واسيحهم في الميكرويف. انا عملتهم تقريبا 30 ثانيه، وبعد كده 30 ثانيه تاني بقت جاهزه عندي الشوكولاته البيضه والغامقه، وكمان عندي مربى. ولو موجوده شوكولاته قابله للدهن او نوتيلا برضو بتبقى جميله جدا فيه. وببتدي اخد كل اتنين على بعض بالشكل ده والزقهم باي حاجه من الشوكولاتات او المربى. المربى دي مربى فراوله، اي نوع تقدري تستخدميه، لكن ما يبقاش فيه قطع. تبقى المربى زي ما انتم شايفين كده ناعمه جدا. وده بيبقى شكل السابليه اللي بالمربى. لسه كمان هنزينه تاني. دي كمان هلزقهم على بعض، لكن هاجي في نص السابليه واحط شوكولاته غامقه بالشكل ده. وبعد كده هبتدي احط عليه مكسرات. هحط المكسرات والشوكولاته سخنه علشان لو بردت مش هتلزق، ولما تبرد شويه هلزقها في واحده تانية مقفوله. دي اللي بالشوكولاته البيضه برضو هعمل نفس الموضوع. وممكن كمان تحطي السابليه كله في الشوكولاته، يعني بعد ما تلزقيهم تحطيه كله في الشوكولاته. موضوع التزيين ده براحتك انتي، وبتجيلك الافكار وانتي شغاله، بتلاقي اشكال انتي عملتيها ما كنتيش مخططه لها يعني، او عارفه هتعملي ايه.
دي دهنتها كلها بالشوكولاته البيضه، وهلزق عليها برضو المكسرات وهي سخنه وسايحه بالشكل ده، ولما تبرد هلزقها في واحده تانية. طبعا الاعداد دي بتبقى خارج عن الاعداد الزوجيه اللي انا عامله في حسابي اني هلزقها مع بعضها. ممكن تسيبيها وحدايه بس كده، يعني تزينيها بالمكسرات او شوكولاته بيضاء على الشوكولاته الغامقه، وممكن تلزقيها في واحده تانية زي ما قلت لك كده، موضوع التزيين زي ما انت عايزه. احنا بنحط الشوكولاته في النص وهي بتسيح جزء معين، يعني جزء صغير منها في باقي السابليه من جوه. وده اللي عملته في قالب التارت. هحط فيه شوكولاته، لو حابه تحطي مكسرات على الشوكولاته برضو براحتك، انا بديك افكار، لكن انت لما تيجي تشتغلي هتلاقي نفسك بتبدعي وتعملي حاجات جميله كمان. دي اللي عملتها بالشوكولاته البيضاء، بجد موضوع التزيين ممتع جدا في السابليه. هنا عملت كورنيه من ورق الزبده قرطاس، وجيت فتحته من تحت فتحه صغيره وحطيت فيه شوكولاته بيضاء وشوكولاته غامقه، وابتديت ازين السابليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش متاح عندك زبده وعايزه تعملي السابليه، طبعا السمنه معظمنا عنده سمنه يعني بتبقى موجوده على طول، لكن الزبده ممكن ما تبقاش متاحه. في الحاله دي هتجيبي كوبايه المعياريه اللي هتعايري بيها الدقيق واللي هتعايري بيها السكر، وهتحطي فيها 3 معالق من الحليب، 3 معالق كبار من الحليب، وبعد كده تكملي باقي الكوبايه سمنه وتشتغلي باقي الوصفه عادي جدا. هتديكي برضو نتيجه حلوه وهايله، وعن تجربه مش هتختلف خالص عن اللي عاملينها بالزبده. بس الزبده يعني بتبقى يعني احسن شويه، لكن برضو بتديكي نتيجه هايله هايله هايله. وجربيها وارجعي قولي لي كده ايه الاخبار. طبعا دي الاشكال اللي عملناها زي ما احنا شايفين. ده التارت اللي عملته في قالب التارت، حطيت فيه شوكولاته بيضه وغامقه، ودي دواير لزقتها بالشوكولاته البيضه وعملت فيها جزء بالشوكولاته الغامقه، وحطيت عليها مكسرات، ودي زي بسكوته كده حطيت عليها شوكولاته غامقه وكمان مكسرات. وده اللي بالمربى اللي عملته بالكورنيه بالشوكولاته الغامقه، وده عملته بالشوكولاته البيضه وعليها مكسرات. انا مش هشرح لكم الاشكال، هي موجوده وزي ما انتم شايفين كده. لو محتاجين اي سؤال اي تعليق اي حاجه، انا بجد بنبسط بتواصلنا مع بعض، وبفرح جدا بالتعليقات وبكلامكم المشجع الجميل، واتمنى تجربوا السابليه، واذا عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب.